يا صباح الفل، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده فطار رمضان. اول حاجه كده هنبدا بتشويح اللحمه معايا كانت طالعه من الفريزر وكانت المفروض تفك شويه كمان، بس انا بصراحه الوقت كان ضايق معايا وما قدرتش ان انا استنى يعني شويه كمان. هشوح بقى اللحمه من على الجنبين كده زي ما انتم شايفين. القطعيه اللي معايا دي موزه، انا هعمل النهارده ان شاء الله فته بالخل والثوم. فالفته بتحب الموزه، والخضار كمان اي خضار مطبوخ، باميه، بسله، اي حاجه مطبوخه من دي بتحب برضو الموزه قطعيه حلوه للخضار وللفته. التوابل بتاعتي بقى ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، حبهان مطحون، لورا مطحونه، وكمان هنزل بطماطمايه متقطعه اربع وبصلايه متقطعه اربع. هشوح بقى كله مع بعضه زي ما انت شايفين كده، عشان انا عايزه الشوربه بتاعتي يعني يكون لونها يعني في من لون الطماطم شويه، فهشوح كده الطماطم والبصل مع اللحمه. شوحتها كويس، هنزل عليها بميه مغليه وهديها التسويه بتاعتها. دلوقتي خلاص بقى اللحمه كانت استوت معايا، هنقلها على جنب كده عشان ابدا ان انا ازود الشوربه بتاعتي، لاني هحتاجها في يعني هستخدمها في الفته. زودت بقى الشوربه زي ما انتم شايفين كده، وهظبط الملح والفلفل الاسود بتاعها، وهديها شويه كمان من السبع بهارات ده للميه اللي انا زودتها على الشوربه، لان الشوربه طبعا انا ما زودتهاش طول فتره التسويه بتاعه اللحمه فكانت مركزه معايا. هسيبها تغلي وتعالوا مع بعض كده نحمر العيش بتاع الفته. حته سمنه بلدي حلوه كده بتدي نفس حلو جدا للعيش بتاع الفته. هبدا بقى ان انا اقلبه كده كويس مع بعضه لغايه ما يديني لون حلو. عيش الفته لازم يكون مقرمش زي ما انتم شايفينه كده، وهو كده خد اللون اللي انا عايزاه. هبدا بقى ان انا برضو اركنه على جنب يهدى كده، وهبدا ان انا اعمل التومه بتاعه الفته. هنزل بقى بمعلقتين زيت كبار حلوين كده، لان انا عامله كميه من التوم. للناس اللي سالتني على الفيسبوك انا عامله كميه توم ليه، لان احنا عددنا كان ما شاء الله يومها كبير يعني. فنزلت كده بشويه بقى من التوم محترمين مفرومين كده، التوم متفرز عندي واديته لون حلو زي ما انتم شايفين، وطفيته بشويه من الخل. التوم بتاع الفته لازم يكون متحمر كويس، لانه لما بتطفيه بالخل وبالشوربه لونه بيبدا يفتح شويه. انا زودته بعد ما زودته خل كوبايتين من الشوربه، وسبتهم بقى يندمجوا مع بعض كده لغايه ما التوم استوى معايا وشرب الشوربه بتاعتي. نطبخ بقى الرز، معلقتين كبار من الزيت حلوين برضو مقدار الرز بتاعك. انا غسلت الرز وصفيته، وهبدا ان انا اديله تشويحه في الزيت كده. انا بشوح الرز ليه قبل ما احط له الميه؟ ده علشان يطلع معايا مفلفل. اللي بيحب يغلي الميه الاول بعدين ينزل فيها الرز مفيش مشكله، لكن انا متعوده اعمله كده، وبزود له الملح واقلبه علشان خاطر حبايه الرز تكون مفلفله معايا. هديله برضو الميه المغليه بتاعته على قد المقدار اللي انا عاملاه، وبعدين هغطي عليه لغايه ما يغلي، وابدا اهدي عليه النار واسيبه يكمل التسويه بتاعته. خلاص كده بدأ يغلي معايا، هديله تقليبه كمان واغطي عليه واوطي عليه النار. طيب خلصنا الرز بقى كده مع بعض وهنسيبه يستوي. تعالوا ما نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. انا هبدا انزل بمعلقتين كبار من الزيت، وهنزل فيهم بحوالي 3 فصوص من الثوم، هديهم لون كويس، وهنزل عليهم بشويه كزبره ناشفه، هقلبهم كده مع التومه، وبعدين انزل عليهم بالشوربه بتاعتي. انا بعمل الخطوه دي قبل ما احط الشوربه ليه؟ لاني بحب الشوربه بتاعتي تكون متطعمه بطعم الملوخيه. الملوخيه متفرزه معايا وانا فرزتها معاكم قبل كده، تقدروا ترجعوا لها في الفيديوهات. واول ما فكت معايا وبدات تغلي بدات اعمل لها عرق كده. خلاص بقى ركنتها على جنب. هبدا ان انا احمر البطاطس، وانا بحمر بطاطس مع الملوخيه والفته ليه؟ علشان خاطر عندنا ناس مش بتاكل الفته، او بتاكل الفته بمعنى اصح من غير عيش. بنحط الرز وعليه الثوم وبناكله بعضنا يعني بياكلوه من غير عيش، فدي للناس اللي هتاكل الفته من غير عيش. هبدا بقى كمان ان انا احمر اللحمه بتاعتي في حته سمنه بلدي زي ما انتم شايفين كده، وهديها لون حلو. بنحب اللحمه تكون متحمره وناشفه شويه، فهحمرها بقى على الناحيتين كده عشان تاخد من طعم السمنه البلدي. وهنزل كمان بدور تاني من اللحمه احمره. السمنه اللي هتتبقى مني هنزل بيها على الملوخيه عشان تبقى الملوخيه واخده من طعم اللحمه كده. هطلع بقى دلوقتي الدور الاولاني ده وانزل بالدور التاني. اللحمه مستويه جدا ودايبه معايا. للناس اللي قالت لي انا ازاي بحط الملح في اول التسويه في اللحمه هيأخر السوا، لا بالعكس خالص مفيش الكلام ده. انا جربتها ومعتمده الطريقه دي على طول. بسوي اللحمه بشوحها واحط عليها الملح في الاول قبل ما ازودها الميه، وزي ما انتم شايفين مستويه معايا ومفيش اي مشاكل فيها خالص.
خلاص ده كان الدور التاني من اللحمه. هبدا ان انا برضو اقلبه على الجنبين لغايه ما ياخد لون كويس معايا، وابدا ان انا انقله في مكان خارجي. بقيه السمنه بتاعتي احطها على وش الملوخيه، بتدي طعم حلو عشان هي متحمر فيها اللحمه. دلوقتي بقى هنحط العيش بتاعنا في الاطباق كده للناس اللي هتاخد الفته بالعيش، للناس الطبيعيه يعني. فهنزل بقى كده زي ما انتم شايفين بالعيش، وهحط فوقيه شويه من التومه اللي انا عاملاها بتاعه الفته. عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي بتاكل الفته من غير عيش، فبحب التوم جدا مع كل معلقه رز باكلها. هحط بقى فوق العيش والثوم على كل طبق كده 3 4 معالق من الشوربه عشان العيش بتاعي يطرى، وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض عشان الثوم ياخد من طعم العيش والشوربه كده، العيش ياخد من الطعم كله في بعضه. وبعدين هنزل عليهم بالرز بتاعي اللي استوى ان شاء الله، يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. كان فاضل بقى على المغرب خلاص دقايق معدودة، يعني القرآن كان هيصدق كده وكنا هنفطر، فالأكل كله سخن زي ما انتم شايفين مطلع بخار، وريحة الأكل حلوة جدا. غرفنا بقى اطباق الفتة بتاعتنا، نبدأ نحط على الوش بتاعنا التومة. برضو للناس اللي سألتني على صفحة الفيسبوك فين الصلصة، احنا يا جماعة مش بنحب الفتة بالصلصة، احنا بنحبها بالثوم. الناس اللي بتحب الفتة بالصلصة، وبعد ما عملنا خطوة الثوم وطفيناها بالخل وحطينا فوقها الشوربة، تقدروا تنزلوا فوقها بالطماطم وتسيبوها تتسبك، وكده تبقى الفتة بالطماطم زي ما انتوا عايزين، لكن احنا بنحبها بالثوم كده. غرفنا بقى اطباق الفته بتاعتنا. تعالوا نرص بقى اللحمه فوقها كده، هنحطها يعني نوايب زي ما انتم شايفين على كل طبق النايب بتاعه. طبعا اللحمه معايا واخده لون كويس ومتشوحه حلو، يعني متحمره كويس، علشان برضو تبقوا انتم شايفين الدنيا ماشيه ازاي. خلاص بقى هنخرج الاطباق دي بره. تعالوا بقى نغرف مع بعض الملوخيه. انا عملت لها طشه في الاول قبل ما احط الشوربه، ودلوقتي برضو هعمل لها نفس خطوه الطشه عشان احطها على وش الملوخيه. وده لاني ما بحبش اقلب الطشه في الملوخيه، بحب تكون على الوش كده عشان تدي شكل حلو وبرده بتدي طعم حلو. فكده يبقى انا اديت للملوخيه والشوربه طشه، واديت لها برده على الوش. ودي كانت سفرتنا في رمضان النهارده. يا رب تكون عجبتكم. الفته بجد خطيره خطيره خطيره. الشوربه كانت طعمها حلو جدا، اللحمه متحمره ومستويه كويس جدا، بجد الاكل كان بيشهي. يا رب تكون سفرتي عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. كل الناس اللي سالتني على الفيسبوك طريقه الفته ايه، ما تنسونيش في اللايك والشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه. كتروا الشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. ان شاء الله بكره اشوفكم في سفره جديده، اشوفكم على خير باذن الله. سلام عليكم. سلام عليكم.